بعد نجاح تجربة إنجاز ترامواي الجزائر العاصمة قسنطينة ووهران، برمجت الحكومة مشاريع ترامواي أخرى في عدة مدن جزائرية ومنها مدينة سطيف. ومن المنتظر أن يدخل ترامواي خدمة النقل في هذه الولاية بداية سنة 2018 ليساهم في فك الخناق وعصرنة النقل بها، حيث تم إعداد مخطط جديد يقضي بإنشاء خطوط ترامواي داخل مدينة سطيف. الترامواي راه تقريبا أنا ندخل في السنة الثانية في مدة الانطلاق تاعو، راه في عام وبالك 14 شهر على حسب الوتيرة اللي رانا نمشوا فيها. إن شاء الله يكون في الأجال، هو الأجال تاعو 44 شهر إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا حيين باش نمشيو في الترامواي تاع ولاية سطيف في بداية 2018. ورغم تطور التكنولوجيا والحذر الذي وصلت إليه عاصمة الهضاب العليا، إلا أن معظم سكانها رفضوا فكرة مشروع ترامواي بمدينتهم بحجة أنه يقضي على جمالية المنطقة. طلب منه الغاء المشروع اللي راح يدخل تاع المشروع تاع المدينه تاع الترامواي، باسكو عليه لو الشارم تاع لابيل او يروح سيتو لو سونتر بي تاع لابيل يدخلوا ترامواي لازم يديروا على كوتي واحد اخر يدخل. تجربة الترامواي في سطيف كما في غيرها من المدن الجزائرية هي تجارب حديثة تحتاج إلى مزيد من التعميم، والأكثر من ذلك تحتاج إلى استمرارية واستدامة عبر زمن باحترام آجال تسليمه والحرص على ضمان صيانته.